قصي خولي ممثل سوري شهير وواحد من نجوم الصف الأول. ولد في مدينة طرطوس عام 1976 والتحق بكلية الحقوق بجامعة دمشق، لكنه ترك دراسته ليدخل عالم الفن. التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالرغم من معارضة أهله، وتخرج منه عام 1999. بدأ مسيرته الفنية قبل التخرج خلال مشاركته في فيلم ذاكرة صعبة. شارك النجمة اللبنانية نانسي عجرم أحد كليباتها الناجحة. من أشهر أعماله التلفزيونية مسلسل عائلتي وأنا، أبناء القهر، وأشواك ناعمة وغيرها. حصل على عدة جوائز عام 2006 عن دوره في مسلسل غزلان في غابة الذئاب، وحصل على جائزة أفضل ممثل عام 2012 عن دوره في مسلسل الولادة من الخاصرة. شارك في لجنة تحكيم برنامج أرب كاستينج مع الفنانة المصرية غادة عبد الرزاق والفنان السوري باسل الخياط واللبنانية كارمن لوبس. تزوج قصي عام 2018 في أمريكا من التونسية مديحة الحمداني، وأنجب منها ابنه فارس الذي لقبه بالعميد جونيور. يشارك قصي هذا الموسم الرمضاني في مسلسل وأخيرا مع الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم. شاركونا رأيكم في الفنان السوري قصي خولي.